ازيكم عاملين ايه؟ بتمنى ان انتوا تكونوا في افضل صحة واحسن حال ان شاء الله. دلوقتي احنا في نص السنة 2023 ولحد دلوقتي انا مش مصدقة الحقيقة ان احنا وصلنا لنص السنة. بس انا قرأت ايه في الفترة اللي فاتت؟ اخر فيديو نزلته كان في يناير 2023 ومن ساعتها انا عارفة ان انا اختفيت، بس عدنا وخلينا نشوف انا قرأت ايه الفترة اللي فاتت دي كلها وكام كتاب. وبصراحة كان الكتب اللي أنا قرأتها الفترة اللي فاتت كانت كلها كتب حلوة جدا، ومن وقتها يا عيني وأنا في ريدنج بلوك وأنا مش عارفة أقرأ إيه تاني من ساعتها. ولكن بدون رغي كتير حضروا لنفسكم كوباية قهوة أو كوباية شاي ويلا بينا نبتدي. عن دار الكتب خان ومن تطبيق أبجد قرأت أقفاص فارغة لفاطمة قنديل. لحد دلوقتي أنا مش عارفة إيه السبب ورا تسمية الكتاب ده على إنه هو رواية، لأن أنا شايفة إن هو أقرب بكتير للسيرة الذاتية. شايفة ان فاطمة قنديل كانت بتحكي حياتها بشكل صادم وشاعري ورقيق جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت زي ما قلت ان هو صريح زيادة عن اللزوم. بتحكي فيه عن حياتها وطفولتها وعن حاجات كتير، وان ازاي الشخصيات الذكورية في حياتها خذلتها بشكل او باخر، وازاي هي نفسها خذلت نفسها بشكل او باخر. في النص الاول من الكتاب انا كنت قادرة اتخيل فعلا واصدق ان هو رواية، لأن كانت فاطمة قنديل بتحكي الأحداث بشكل متماسك وفي شخصيات وفي حوار وهكذا. ولكن بعد النص التاني حسيت لا، ده أقرب بكتير للسيرة الذاتية، لأن هنا بتكون فاطمة قنديل بتخرج نفسها خالص بره الموضوع وبتحكي عنه برؤية طرف ثالث ليه، وبتتكلم عن فعل الكتابة بشكل عام وازاي هو بالنسبة لها فعل بيساعدها على التعافي. الكتاب ككل لغته بسيطة وسهلة، وزي ما قلت في الأول رقيقة وصادمة في نفس الوقت، والأسلوب بشكل عام ممتع ومسلي جدا. أقفاص فارغة لفاطمة قنديل كان حقيقي واحد من أفضل الكتب اللي أنا قرأتها السنة دي لحد دلوقتي، واديته تقييم 5/5. من القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية قرأت بار ليالينا لأحمد الفخراني. لحد دلوقتي أنا مش عارفة اقول رأي متماسك تجاه الرواية دي، لان انا مش عارفة هي لحد دلوقتي بتتكلم عن ايه. كانت رواية عبثية تماما، ولكن لو في ثيم واحد مسيطر على الرواية دي فهنقول الزيف، تحديدا زيف الشخص المثقف. فكرتني كده بمجموعة من الناس كنت بقابلهم في قهوة زهرة البستان. الرواية دي بتتكلم عن كومبارس بيجلس في قهوة اسمها بعرة، معروف ان هي قهوة الفنانين او قهوة الكومبارسات، ولكنه في نفس الوقت زهق من كونه كومبارس وقرر ان هو عايز يلعب دور البطولة في فيلم ما، وبيعرض الفيلم اللي هو صوره بإنتاج ضعيف جدا على صحفي مصري، ولكن الصحفي بيسخر منه تماما وبيحسسه انه ايه الهبل اللي انت عامله ده. فبيقرر هنا الكومبارس ان هو ياخد حقه بنفسه ويمثل وياخد دور البطولة، ولكن في تمثيلية حقيقية بيمثل فيها على مجموعة من المثقفين بيتخذوا من بار ليالينا مقر ليهم. اعتقد الرواية دي انا ممكن اديها تجربة تانية قدام، ولكن لحد ما ده يحصل انا تقييمي ليها 2/5. ومن مشتريات معرض الكتاب قرأت قائمة القراءة لعمرو فتحي. الكتاب ده مناسب جدا لأي حد مش عارف هو عايز يقرأ ايه، لأن هو بيضم لك مجموعة كبيرة جدا من ترشيحات القراءة أو ترشيحات الكتب من كتاب معروفين زي أحمد مراد، زي بلال فضل، زي نجيب محفوظ. كل الأذواق هتلاقيها في الكتاب ده. أنا بصراحة كنت مستنية أكتر من كده من الكتاب ده، إن هو على الأقل يكون كل كاتب رشح كتاب يكلمنا عنه في سطر أو 2، ولكن ده ما حصلش مع كل الكتاب. بالعكس كنت بحس إن الكتاب ده عبارة، أو هو بالفعل يعني عبارة عن قائمة طويلة جدا من الترشيحات وخلاص. عجبتني الفكرة، ولكن في نفس الوقت أنا ما أقدرش أنقد الكتاب بشكل واضح، لكن أقدر أقول إن هو كتاب هحب إن هو يكون موجود في مكتبتي لوقت ما أكون مش عارفة أنا عايزة أقرأ إيه. تاني قراءة من القائمة الطويلة للبكر العربية اسمي زيزفون لسوسن جميل حسن. سوسن جميل حسن قرأت لها قبل كده رواية خانات الريح، وكانت رواية جميلة جدا، ودي تاني تجربة ليا معاها. في الرواية دي بتتكلم سوسن جميل حسن عن الازدواجية في الشخصية العربية، وازاي رؤيتهم للمرأة بتخليها شخص متفرج على حياتها ولكن مش شخص ليه دور أساسي فيها. ازاي ممكن يخلوا السيدات يتخلوا عن هوياتهم لمجرد ان هم يختاروا هوية تانية بديلة يقدروا يعيشوا بيها ويندمجوا بيها مع المجتمع. وبتتعرض سوسن جميل حسن في الرواية دي برضو لحالات المعتقلين اللي بتشاهدها زيزفون، بتشوف حالات الاعتقال دي زيزفون اللي بتختار ان هي تتخلى عن اسمها الأصلي وتتسمى باسم زيزفون، بتتفرج على الظروف السياسية، وبتشوف كمان ازاي كتابة التقارير كانت منتشرة جدا وسط الطلبة السوريين وغيرها. لغة الكتاب كانت جميلة جدا والرواية كانت حلوة جدا جدا، وانبسطت واستمتعت بيها، وكان عندي آمال كبيرة إن الرواية دي تكسب البوكر العربية. تقييم الرواية دي كان 4/5. رواية بيرسابوليس لمرجان ساترابي، أتمنى إن أنا أكون قرأت الاسم صح يعني.
دي رواية مصورة اتعملت فيلم انيميشن من فترة، ولكن انا ما اتفرجتش على الفيلم وقرأت رواية مترجمة صادرة عن دار المحروس. بتحكي بقى مرجان ساترابي عن طفولتها وحياتها في ايران قبل الثورة وما بعدها. بنشوف وهي طفلة صغيرة ازاي هي كانت مهتمة جدا بكل ما يحدث من حواليها، وازاي كانت مهتمة بكل شيء وبكل تفصيلة من المواضيع اللي احنا ممكن نشوفها اكبر بكتير من سنها. وبنشوف رأيها في الشاه وحكمه وتأثرها الشديد بأهلها اللي بينتموا لطبقة متوسطة ولكن في نفس الوقت عيلة منفتحة تماما. وازاي بقى عصرت التغيرات السياسية دي بعد ما كبرت شوية وتولى الخميني الحكم وبقت إيران دولة إسلامية، وازاي هي ما قدرتش تتعايش مع ده وكان الأفضل ليها إن هي تسيب إيران وتروح تعيش مع مجتمع بره. وازاي برضو هي اتلخبطت وتخبطت كتير جدا علشان تعرف تندمج وسط المجتمع المختلف اللي هي عاشت فيه. وحتى كمان بعد ما رجعت لإيران كانت برضو بتواجه مشكلة كبيرة إن هي تندمج وسط المجتمع الإيراني من أول وجديد، ولكن هي في آخر الكتاب قدرت إن هي تلاقي نفسها وتحقق السعادة اللي هي نفسها فيها. حبيت الرواية جدا، ولكن في بعض الأحيان كنت بحس إن هي طفولية بعض الشيء، فأنا أديها تقييم 4/5. بالخلاص يا شباب، لياسين الحاج صالح. ياسين الحاج صالح هو كاتب سوري معارض تم اعتقاله بسبب تهمة انتمائه لحزب معارض، وقضى 16 سنة في السجون السورية ما بين سجن حلب المركزي وسجن العذراء وأخيرا بسجن تدمر. وبعد ما قضى ياسين الحاج صالح مدته في السجن اتعرض عليه ان هو يكون مخبر ولكنه رفض، فبيضطر ان هو ساعتها يتنقل لسجن تدمر المعروف بسمعته السيئة. عجبني الكتاب ده هو رؤية ياسين الحاج صالح المختلفة تماما للسجن. هو شايف ان هي كانت تجربة انعتاق من سجون اخرى هو كان عايش فيها في حياته اليومية. قدر ان هو يتعايش مع التجربة دي على الرغم من الألم وعلى الرغم من صعوبتها، انها تجربة فرضت عليه وهو مضطر يتعايش معاها يوم بيوم. الكتاب ده اقدر اقول ان هو مختلف تماما عن كتب ادب السجون اللي انا قرأتها، لان هو ما فيش فيه اي رثاء للنفس ولا فيه بكائيات او لطميات كتير ولا اي حاجة من الحاجات دي. بالعكس هو بينقد السجن كفكرة، وكان مطلع نفسه بره الموضوع تماما، وكان بيتعرض او كان بيحكي كده حاجات من الحاجات اللي هو عاشها في السجن زمان وخلاص، بدون اي شاعرية زيادة عن اللزوم او بدون تعبير عن المشاعر زيادة عن اللزوم. فده جنبني الألم اللي أنا كنت بشعر بيه أثناء قراءتي لأي حاجة من أدب السجون. وبالفعل كان تناول ياسين الحاج صالح لفكرة السجن والمسجونين قبل السجن وأثناء السجن وما بعد السجن كان طرح ذكي وما قرأتوش قبل كده، واديت الكتاب ده تقييم 4/5. شوق الدرويش لحمور زيادة. الرواية دي قعدت على رفوف مكتبتي حوالي 2 أو 3 قبل ما أقرر أقرأها، لأن أنا كنت خايفة جدا من حجمها الكبير وكنت يعني مترددة وبقول لا ماليش مزاج دلوقتي وهكذا، لغاية ما جه الوقت اللي أنا طلعتها فيه بكامل قوايا العقلية وقرأتها. بتدور أحداث الرواية دي في النصف الثاني من القرن 19 في السودان، وبيظهر فيها رجل بيدعي إن هو نبي الله المهدي، وبيصدقوا بالفعل السودانيين وبيتبعوا، وبتقوم ما يسمى بالثورة المهدية في السودان. بنتتبع الثورة دي من خلال رؤية بخيت منديل العبد الأسود اللي عايش حياة صعبة جدا طول حياته، ولكن في نفس الوقت قدر ان هو يحافظ على نقاء وصفاء قلبه. وبيقع بخيت منديل في حب ثيودورا الأجنبية اللي كانت عايشة في مصر ولكن سافرت الخرطوم في حملة تبشيرية كاثوليكية، وبتقرر بعد انقضاء مدتها هناك ان هي عايزة تكمل حياتها في السودان، ولكن لسوء حظها بتقوم الثورة المهدية وبيتم اتخاذها كسبية من السبايا. بتدور الأحداث وقصة الحب دي، ولكن في الخلفية كمان الثورة المهدية وأوضاع السودانيين وقتها كانت عاملة ازاي. ودي حاجة أنا بحبها جدا لما باجي أقرأ أي رواية، لأن هي بتقدمني لحاجة جديدة أنا ما كنتش أعرف عنها حاجة. بصراحة الرواية دي لغتها جميلة جدا وبناء الشخصيات فيها كان أجمل، فندتها تقييم 5/5. كتاب دوبامين نيشن لأنا لامكي. الكتاب ده بيتكلم عن وجود مصادر كتيرة للترفيه في حياتنا، سواء كان الموبايل، السوشيال ميديا، البورن، أو حتى كمان القمار، الخمور، المخدرات وغيرها كتير جدا، وازاي كلها بتسبب لنا إدمان أو نوع من الإدمان بشكل أو بآخر. وبنكون احنا مدمنين مش للمادة نفسها، انما مدمنين للدوبامين اللي مخنا بيفرزه بسبب تعرضنا لهذه المادة. بتأرجي أن هنا ان احنا اجدادنا ما كانوش معرضين لهذا الكم من الترفيه في حياتهم، فبتقول ان احنا دماغنا او مخنا غير مصمم لتحمل هذا الكم من الدوبامين. لكن على الرغم من وجود هذا الكم من مصادر الترفيه والاكسس المطول ليها، ده بيدينا فرص كبيرة وبيدينا حاجات كمان، فرص ان احنا ننوع شكل حياتنا او ان احنا
نستمتع بيها بشكل أو بآخر، ولكن في نفس الوقت بتقول إن التعرض المستمر لمصادر الدوبامين بيؤدي لنتائج سلبية. وبتتكلم في الكتاب ده إزاي إحنا بنكسر السايكل بتاعة الدوبامين في دماغنا، وإزاي بنحرر نفسنا من الإدمان اللي احنا بنصاب بيه، سواء أيا كان ايه هو الشيء اللي احنا مدمنين عليه، من أول الأكل للموبايلات لأي حاجة تانية ممكن تكون بتسبب لنا الإدمان. وبالمناسبة أنا لمكي هي دكتورة بتعالج، متخصصة أصلا في علاج الإدمان، فبتحكي حكايات من عيادتها وبتحكي حكايات من مرضاها وإزاي هم انتصروا على الإدمان في الآخر. حابة إن أنا أعمل فيديو مفصل للكتاب ده قريبا، فاستنوني. وانت السبب يابا لنوارة نجم، ده سيرة ذاتية كتبتها نوارة نجم عن علاقتها بأبوها وحياتها معاه، وإزاي هي كانت بتشوفه، بدءا من كونها طفلة صغيرة وهي بتحاول تلاحق أبوها عشان تاخد منه العطف أو تخليه يمارس دور الأبوة اللي هو حرمها منه بشكل أو بآخر بحياته اللي كان المعروف إن هي غير منظمة إطلاقا. ده غير تجربة سجنه وإن السجن بعده عنها وإزاي كانت بتزوره وبتشوفه وحاجات زي كده. مثل الكتاب ده إن نوارة نجم بتتكلم بعفوية مطلقة تماما، بتحكي معاك ان انت قاعد معاها، وتحكي لك الحكايات دي برضو بدون اي رثاء للذات، وبتحكي بشكل كوميدي في بعض الاحيان، فانت كأنك قاعد معاها وقاعد بتتعرف عليها وعلى عائلتها وعلى اصحابها، ولكن في نفس الوقت هي كانت بتكتب عشان تتحرر من الالم اللي سببه غياب ابوها. واللي كان حلو بالنسبة لي ان كلمات نوارة نجم عن ابوها في الكتاب ده كانت برضو مشبعة بالحب. ايوه، على الرغم ان هو كان غائب معظم الوقت، وعلى الرغم ان هو خذلها في كتير من الاحيان، ولكن هو برضه في اوقات كتير قدر يقدم لها اللي ما كانش بيقدر اي اب تاني يقدمه لاولاده. حقيقي ده كان من احسن الكتب السيره الذاتيه اللي انا قراتها الفتره اللي فاتت، واديته تقييم 5/5. من الخوف الى الحريه لعفاف محفوظ. عفاف محفوظ طفله بتنشأ في المنيا، بتنشأ في وسط عائله محافظه جدا جدا، وبتحكي رحلتها من زي ما باين من عنوان الكتاب، رحلتها من الخوف إلى الحرية، من الخوف والانغلاق في المنيا وحتى بعد زواجها إلى الحرية التامة وعيشتها في أمريكا في فلوريدا. وبتحكي كمان الضغوطات اللي هي مرت بيها كأنثى في مجتمع ذكوري، وكمان كأنثى عربية مسلمة في مجتمع متحرر في أمريكا أو غيرها من الدول الأجنبية اللي هي سافرت ليها. وبتحكي عفاف محفوظ سفرها لفرنسا لدراسة القانون في المقام الأول، وبعدين إزاي وقعت في حب التحليل النفسي وبتختار إن هو ده اللي يكون المجال اللي هي هتكمل فيه حياتها، وقدرت في النهاية إن هي تلاقي الحرية اللي هي كانت بتحلم بيها. وبتحكي في نفس الوقت أحداث تاريخية وعالمية مهمة جدا من وجهة نظرها سواء كطفلة أو حتى بعد ما كبرت. والحلو اللي مخلي الكتاب ده من أثرى الكتب اللي أنا قرأتها إن عفاف محفوظ ما كانتش بتنتمي لأي تيار معين، وإنما كانت تعتبر صديقة للكل، فبنشوف آرائها في الشيوعيين وبنشوف آرائها في الإسلاميين وغيرهم. حقيقي ده كان من أثرى وأهم الكتب اللي أنا قرأتها الفترة اللي فاتت، واديته برضو تقييم 4/5. وأخيرا وليس آخرا كتاب ماذا صنع الله بعزيزة بركات لبلال فضل. لو أنت أو أنتي بتحبوا الفيديوهات بتاعت بلال فضل اللي هي الحكاية والرواية وأشياء من هذا القبيل وخلافه، فالكتاب ده هو عبارة عن فيديو مطول جدا جدا جدا، عبارة عن 13 حكاية أو 13 قصة بيحكيها بلال فضل عن حاجات هو قابلها في حياته، حاجات وحكايات قابلها مع ناس معينة وبيذكر أسمائها، وحاجات تانية ما بيحبش إن هو يذكر أسماء المشاركين فيها. ده غير بعض المشاكل اللي هو تعرض ليها بسبب الكتابات اللي هو كان بيكتبها وحاجات زي كده. وبشكل ممتع ومنتهى البراعة بياخدك بلال فضل جوه الحكايات دي وبتعيشها كأنك طرف أو واحد من اللي عاشوها وشافوها فعلا. وقصص بقى متنوعة، يعني في قصص تضحك جدا وفي قصص كانت مؤلمة بعض الشيء وفي حاجات كتير مختلفة يعني، فكان كتاب ممتع جدا جدا واديته تقييم 5/5. وبس كده، دي كانت قراءاتي من شهر يناير لغاية دلوقتي. وطبعا بعتذر عن الغياب الغير مبرر، ولكن انا عندي عشم فيكم كبير جدا ان انتوا هتستحملوني، وسعيدة جدا بعودتي، وسعيدة اكتر بان انا عندي الوقت وعندي الطاقة ان انا اعمل فيديوهات تاني. ان شاء الله القاكم قريبا واتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت، هحط لكم اللينك بتاعها فوق هنا، ويا ريت تتابعوني على انستجرام نادين يسري، ما بقاش نادين's بوكشيلف خلاص. والقاكم قريبا، مع السلامة.